بسم الله الرحمن الرحيم. من معبد غرمة آمون حتشبسوت، خليلة آمون المقدمة على النبيلات. غرمة آمون حتشبسوت، حتشبسوت، حت يعني في الفرونت، يعني في المقدمة. شبسوت النبيلات، يعني خليلة آمون، غرمة آمون حتشبسوت. ده الاسم بتاع الملكة حتشبسوت، واحنا شايفين كده ايه دي الملكة حتشبسوت. في بعض الأخوة الأفاضل يقول لك لا ده أبوها تحتمس الأول. نقول له لا، لأن هنا حتشبسوت صورت نفسها بالوجه اللي هو زي كأنها ذكر، والذقن المستعارة. ولو شفنا معبد حتحور تحت هتلاقيها بالوجه اللي هو إنثوي، لأن حتحور إلهة أنثى، ماشي، يعني ما فيهاش ذقن. يعني لما تخش تحت في معبد حتحور اللي بنته الملكة حتشبسوت هتلاقيها بالشكل الانثوي كأنثى، لكن هنا مصورة صورها النحات المصري القديم كذكر. والبعثة البولندية اللي كانت تعيش هناك، ازاي كانت تعيش هناك؟ لانه غيروا البيت دلوقتي، مش موجودين هناك عشان تعمل عندك حساب، يعني لانه حاليا المنزل هناك ما فيهوش البعثة البولندية. طيب احنا كده البوابة اللي هو هناك حوالي 7 كيلو متر من هنا، ده اللي هو بوابة معبد الكرنك. وسيننموت اللي هو المهندس المعماري الملكة حتشبسوت أقام المعبد ده على درجات، طبقات تشبه درجات الجبل، وجعلوا في محور واحد بمعبد الكرنك، لأن هي قالت إن أبوها اللي التقى بأمها الملكة أحموزس، ولذلك هي كانت نتاج أبوها أمون رع وأمها الملكة أحموزس. لكن أبوها الشرعي كان ملك اسمه تحتمس الأول. هنا عندنا السقف ده حديث، طبعا كله ده ترميم حديث، والأعمدة كلها مترممة ترميم حديث. ولو بصيت فوق هتلاقي حضرتك منخب الرع ده تحتمس الثالث، يعني منخب الرع تحتمس الثالث. يبقى تحتمس الثالث نقش اسمه هنا على البوابة ديت. ومن الناحية الخلفية منخب رع حقا واسط اللي هو مين؟ تحتمس الرابع، يبقى اسم أبوه. لا، تحتمس الرابع ده ابنه، يبقى كده هنا تحتمس الثالث نقش اسمه هنا فوق، وتحتمس الرابع من الناحية التانية. يبقى هنا عندنا تحتمس الرابع اللي هو منخب رع. أنا هوريكم الاسم، منخب رع حقا واسط. احنا في المستوى الثالث هنا في المعبد، وهنا عندنا منخب رع. بص حضرتك، ادي اسم منخب رع اللي هو موجود على البوابة من الداخل، البوابة الجرانيتية ديت. ده جرانيت وردي من جبل أسوان. ولو بصينا كده هنلاقي قدس الأقداس. طبعا هنا في معبد حتشبسوت عندنا قدس أقداس واحد، ماشي. ازاي في المنتصف كده المفروض فيه 3 اللي هو أمون رع وموت وخنسو، لا، لكن لما تدخل جوه هتلاقي نيشز على اليمين وعلى اليسار. دول 3 على اليمين وعلى اليسار، دول علشان يوضعوا 3 تماثيل لأمون رع وموت وخنسو على اليمين، و3 تماثيل لأمون رع وموت وخنسو على اليسار. طيب هنا عندنا كل النيش ديت اللي قصادنا. وطبعا حصل التحطيم والتكسير هنا ايام الملك تحتمس اللي هو الثالث، اللي كان طبعا غضبان على الملكه حتشبسوت وكسر لها المعبد هنا. الارضيات دي كلها حديثه. لو بصيت على الجدران كلها دي 50% ترميم و50% اصلي. وهتلاقي هنا اثر صلبان. الصلبان ديت لانه المعبد استخدم كدير، ولذلك هتلاقي فيه سماج. يعني لما تدخل جوه هتلاقي فيه سماج على السقف. والصلبان اهي الاخوه المسيحيين استوطنوا هنا، وهنا اثر الصلبان. هتلاقي هنا طبعا دير يعني ايه؟ مكان العباده، مكان مقدس للعباده. وطبعا هنا البحري ليه؟ ليميزوا ما بينه وبين دير تاني اللي هو في مدينة العمال اللي هو معبد حتحور، واستخدم كدير في بداية القرن الخامس الميلادي، وتحول كدير. فعشان يميزوا بيه المسيحيين الأوائل يقولوا هم رايحين دير المدينة، لأنه في مدينة العمال هناك استخدموا حولوا معبد اللي هو حتحور كدير، وحولوا معبد حتشبسوت كدير، وقالوا عليه الدير البحري، يعني الدير الشمالي، يعني الدير ناحية الشمال.
الحجرة ديت احنا طبعا لسه مفتتحة حديثا، بس